السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو جيت نوضح اما حسن السيارات الالمانيه ولا السيارات الفرنسيه. السيارات الالمانيه اللي كتكون من فولكسفاغن، الاودي، المرسيدس، والسيارات الفرنسيه اللي كتكون من سيتروين، بيجو، والعديد من الماركات ديال السيارات. نبداو اول حاجه بلو كوتي ديال الصلابه والمتانه. هنا غادي نرشح السيارات الالمانيه. علاش؟ حيت السيارات الالمانيه معروفه بالمتانه ديالها، كتكون سيارات قويه ذات محرك قوي، والمعدات اللي كتكون فيها دو كاليتي، فيهم جوده عاليه. اما بالنسبه للسيارات الفرنسيه، بالنسبه للمعدات ديالها كاليتي شي شويه ضعيفه. علاش؟ بالنسبه حيت الثمن ديالهم ضعاف. بالنسبه للسيارات الفرنسيه، المعدات ديالها شويه كاليتي ديالهم رديئه، ما كتكونش شي حاجه كاليتي. بينما السيارات الالمانيه المحرك فيها قوي، المتانه ديال السياره قويه، لو شاسي قوي. وبينما السيارات الفرنسيه لو شاسي كيكون شي شويه ضعيف، حيت الثمن كيكون قليل ديالهم، او الثمن ديالهم كيكون رخيص. دابا ندوزو لو كوتي ديزاين. بالنسبه للسيارات الفرنسيه باش نكونوا واضحين، كوتي ديزاين السيارات الفرنسيه ديما متفوقين. علاش؟ ديما كيتطوروا، ديما كتلقى تصميم جديد، ديما كتلقاهم دايرين شي تصميم متغير. بينما السيارات الالمانيه حتى هي عندها ديزاين مزيان، ولكن ماشي بنفس القوه ديال السيارات الفرنسيه. كما كتعرفوا السيارات ك سيتروين كيديروا واحد الديزاين تبارك الله واعر بزاف، بينما السيارات الالمانيه كيديروا ديزاين زوين، ماشي ما كيديروش ديزاين زوين. ولكن بالنسبه الكاليتي ديال السياره كتكون قويه بالنسبه للسياره الالمانيه، عكس السياره الفرنسيه الكاليتي كتكون ضعيفه. دابا لو كوتي ديزاين، هنا كنرشحوا السيارات الفرنسيه قويه في لو كوتي ديزاين. دابا ندوزو للثمن، هو اهم حاجه بالنسبه للمستهلك المغربي اللي باغي يشري سياره. بالنسبه للثمن، كما كتعرفوا السيارات الفرنسيه ديما كيديروا الثمن في متناول الناس اللي كيستهلكوهم. ما نقولوش بانه الثمن في متناول الجميع، ولكن ثمن اقل من السيارات الالمانيه، حيت واحد باغي يبدا ما عندوش فلوس بزاف باش يشري سياره فرنسيه، كيكونوا عنده بزاف ديال التسهيلات، بما فيها كريدي سونز انتيغي، بما فيها التسبيق، وكيسهلوا عليك القضيه ديال الشراء ديال السياره. عكس السيارات الالمانيه كتكون شي شويه القضيه صعيبه، والثمن كيكون غالبا زايد بشي 60% على السيارات الفرنسيه. ديما الثمن كيكون مرتفع، لهذا كنرشح في الثمن السيارات الفرنسيه فقط بالنسبه للمستهلك المغربي العادي اللي كيستهلك عادي. بينما اللي عنده الفلوس بغى يشري السياره الالمانيه، اللي عنده والله يزيدو، راه السياره الالمانيه راه مزيانه اللي عنده الفلوس. اما اللي على قد الحال عنده فلوسه على قد الحال، كنرشح ليه السياره الفرنسيه. لا من ناحيه الاستهلاك، باش نكونوا واقعيين، الاستهلاك كيكون ضعيف. لا من ناحيه سميتو الضريبه ولا سيرونس كيكون شويه ناقص الثمن. لا من ناحيه بيس دو روشونج، سميتو الماتيريال، لي بياس، داكشي كيكون رخيص بالمقارنه بالسياره الالمانيه. ندوزو بالنسبه لا ميكانيك، الاعطاب هذا كيهم بزاف ديال المغاربه، بالخصوص اللي باغيين يشريو سياره. الاعطاب هما اهم حاجه خصك تكون عارفهم قبل ما تشري سياره. بالنسبه للاعطاب، بالنسبه للسياره الالمانيه، الاعطاب راه صعاب باش يتصاوبوا، ماشي بحال السياره الفرنسيه. الاعطاب ديالها معروفين، بالخصوص كنهضرش على السيارات اللي هود كام، السيارات الفرنسيه، كنهضروا على السيارات العاديين، فهمتيني؟ لاغام اللي طايحه بحال داسيا، كليو، بيجو، هذوك الاولين 208 هادو، كتكون الصيانه ديالهم رخيصه، كتقام بالمقارنه بالسيارات الالمانيه معقده شويه في لا ميكانيك. واخا ينكونوا واقعيين، معقده في لا ميكانيك، ولكن متينه، ولكن
التعقيدات ديالها هما اللي كتخلي الاعصاب ديالها صعابين باش يتصلحوا. المهم هاد الفيديو درتو غير باش الناس يكونوا عارفين الفرق بين السياره الالمانيه والسياره الفرنسيه شنو ياخذ. والراي كيرجع لكم على حسب نتوما شنو باغيين. كل حاجه قلت لكم السلبيات ديالها والايجابيات ديالها، لذا كنتمنى تقوموا بالاختيار الصحيح. الى عجبكم الفيديو حاولوا تبارطاجيوه مع الناس، وكنتمنى من الناس اللي شافوا الفيديو يديروا جيم ولايك لهذا الفيديو باش يشوفوا بزاف الناس. وان شاء الله نتلاقى معكم في فيديوهات جداد في هذا الموضوع. الا بغيتوا شي موضوع ولا خصكم شي موضوع تسولوا عليه حطوه في لي كومونتير، ان شاء الله ندير فيديو جديد عليه. كان معكم عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.